السلام عليكم ورحمة الله عشاق ومحبين ومتابعين أخبار المنتخب السوري ومتابعين قناة مع الأخوة. بتمنى يكون الجميع بخير وبصحة وسلامة. راح نحكي اليوم عن الشيء اللي صار في مباراة نادي حطين ونادي الفتوة بالدوري السوري. راح نحكي اليوم عن نجم منتخب سوريا المستقبلي اللاعب هوزان عثمان، وراح أخبركم عن نتائج الأندية اللي بتلعب معها لاعبتنا المحترفين. ولكن قبل ما نبدأ بالتفاصيل بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وما تنسوا تدعموني بلايك. بالبداية راح نحكي عن المهزلة اللي صارت في مباراة حطين والفتوة بالدوري السوري أو باللا ليغا السورية اللي بيتصدرها النادي الفتوة. الشيء اللي صار مخجل ومعيب، حتى لو كان في أخطاء تحكيمية في المباراة ما كان في داعي توصل الأمور لهي الدرجة. كان بإمكان نادي حطين ينتظر لبعد نهاية المباراة ويقدم شكوى لاتحاد الكرة ويعترض على الحالات التحكيمية، وما كان في داعي توصل الأمور لهالدرجة من خراب وضرب وتكسير. وطبعا هاي الحالة ما هي أول مرة بتصير بالدوري السوري الممتاز، وحصلت أكثر من مرة. يا جماعة خلونا نتعامل مع بعض بأخلاق واحترافية لحتى يرتقي مستوى الدوري السوري، وما حدا يلوم المدرب هيكتور كوبر إذا ما استدعى ولا أي لاعب من الدوري السوري، لأن دورينا أصلا ما هو موجود على لوائح الدوريات الآسيوية من بين ال20 دوري في آسيا. وأنديتنا ما راح تشارك في بطولات آسيا للأندية، وراح تشارك بمقعد أو نصف مقعد في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي القادمة. ودورينا بتراجع مخيف، وهذا برسم المسؤولين عن الدوري السوري في اتحاد الكرة. وهلا راح نحكي عن نجم منتخب سوريا المستقبلي اللاعب هوزان عثمان اللي بيلعب بنادي ناميغن انددراخت كومبيناسي بالدوري الهولندي الممتاز. اللاعب هوزان عثمان من مواليد 2003، عمر اللاعب 21 سنة، بيلعب بمركز الجناح. اللاعب هوزان عثمان راح يكون نجم منتخب سوريا بالمستقبل لأنه عمره صغير وبيمتلك موهبة كتير كبيرة، وبتوقع راح نشوفه عم يلعب بأكبر الأندية الأوروبية الكبيرة لأنه اللاعب مهاري من الدرجة الأولى. هوزان عثمان اللاعب لمنتخب سوريا للشباب 7 مباريات وسجل 4 أهداف، ولعب لمنتخب سوريا الأولمبي مباراة واحدة، وما في داعي أذكركم ليش لعب مباراة واحدة لأنكم بتعرفوا القصة والحكاية. وهلا راح أخبركم عن نتائج الأندية اللي بيلعبوا معها لاعبينا المحترفين. راح نبدأ باللاعب إيزاكيل العم. الفريق اللي بيلعب فيه إيزاكيل العم إنديانا ريفادافيا بالدوري الأرجنتيني خسر مباراته الأخيرة بنتيجة 2-0. أما عن الفريق اللي بيلعب فيه لاعبنا سيزار حيدر النادي توليما اللي بيلعب بالدوري الكولومبي فاز في آخر مباراة بنتيجة 2-0. أما عن الفريق اللي بيلعب فيه لاعبنا ثائر كروما نادي مومباي الهندي فاز في آخر مباراة له بنتيجة 1-0. أما عن النادي اللي بيلعب معه لاعبنا محمد عثمان نادي لامفون بالدوري التايلاندي فاز بنتيجة 2-1. أما عن الفريق اللي بيلعب معه لاعبنا أيهم أوسو النادي قادش الإسباني اللي بيلعب بالدوري الإسباني الممتاز خسر بنتيجة 2-0 أمام نادي أوساسونا. أما عن النادي اللي بيلعب فيه لاعبنا محمود داوود نادي شتوتغارت الألماني اللي بيلعب بالدوري الألماني الممتاز فاز بنتيجة 2-1 على نادي دارمشتات. نجمنا محمود داوود من بعد ما شارك في آخر 15 دقيقة من عمر المباراة استطاع تسجيل الهدف الثاني لنادي شتوتغارت الألماني بالدقيقة 92 من عمر المباراة. مع العلم نادي دارمشتاد سجل هدف التقليص بالدقيقة 95 من عمر المباراة من بعد ما سجل نجمنا محمود داوود الهدف الثاني لنادي شتوتغارت ب3 دقائق. ولو ما سجل نجمنا محمود داوود الهدف الثاني لنادي شتوتغارت لكانت انتهت المباراة بنتيجة التعادل. وصلنا لنهاية أخبارنا اليوم. بتمنى إذا عجبكم الفيديو تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وما تبخلوا علينا باللايك. نلتقي بالفيديو القادم إن شاء الله. دمتم بأمان الله.